waan ku caawin kartaa madugu maqtid waxaan rabaa inaan ogaado sanadka meeqa bil waaye. واو فهذا رائع الماضي يحمل الكثير من الذكريات الحضرة هل أصدقائي أتمنى تكونوا بألف خير. معاكم منى من قناة منى كورنر. فيديو اليوم زي ما شفتوا من العنوان أنا خليت شات جي بي تي يعلمني اللغة الصومالية. طبعا استخدام الذكاء الاصطناعي الفترة الأخيرة صار من الأساسيات خاصة للطلبة الباحثين. فأنا على وشك امتحانات، قاعدة أحضر امتحانات، فطبعا أكيد حستخدم شات جي بي تي. وأنا قاعدة أستخدم شات جي بي تي جاء في بالي فكرة يا ترى هل حيقدر يدرسني أو يقدر يتكلم بالصومالي معايا. كانت هذه التجربة فخليها معي. أنا منى مواليد السعودية، انتقلت للصومال من 2018. فيديوهات بشارك معاكم تجربتي واستكشافي البلد، فاللي حاب هذا المحتوى يا ريت يضغط الاشتراك ويضغط الإعجاب ويشارك المحتوى مع أصدقائه في وسائل التواصل الاجتماعي، لأن هذا بدعم القناة. خليكم معنا. طبعا اللغة الصومالية تعتبر من اللغات الأفرو آسيوية اللي بيكون فيها العربي كلمات كثيرة بالعربي وكلمات كثيرة بالإنجليزي، تتكتب بالأحرف اللاتينية. بعض الأحرف لها نطق مختلف. أيضا تعتبر اللغة الصومالية من تقريبا هي اللغة الأفريقية الوحيدة، ممكن إذا صححوني إذا كنت غلطانة في الكومنتات، اللي يتنطق فيها حرف العين. فأغلب اللغات ما يكون في حرف عين، لكن احنا عندنا حرف العين موجود، حرف الخاء، فتقريبا هي مشابهة للأبجدية العربية مع اختلاف زي ما قلنا تنكتب باللاتينية، لكن النطق بيختلف في أغلب الحروف. لهجات مختلفة. اللهجة الأكثر المسيطرة أو العامة أكثر اللي هي لهجة المحاتري، أو اللهجة اللي أغلب الناس بيستخدموها. في لهجات ثانية. فأنا خليت شات جي بي تي يحاول إنه يعلمني اللغة الصومالية. طبعا في كثير بيتواصلوا معايا بحيث إنه كيف نتعلم اللغة الصومالية، أو مثلا إخوة غير صوماليين لما يجوا على الصومال متسائلين كيف حيقدروا يتعاونوا يتجاوبوا مع الناس، مع إنه زي ما قلت قبل كده في فيديو سابق إنه اللغة العربية تقريبا شبه مفهومة، أو في أغلب غالبا المجتمع خاصة الدارسين اللغة العربية مفهومة. فلكن إذا واجهت شخص ما هو عارف اللغة، فكيف حتقدر تتعامل مع الشخص هذا في يوميات الحياة المختلفة. فشات جي بي تي كان وسيلة من الوسائل هذه. طبعا أكيد في القاموس، في طرق ثانية، في قنوات في اليوتيوب أكيد بتعلم، بس لكن أنا حبيت أن أستخدم الذكاء الاصطناعي. فخلينا نشوف كيف مرحبا، كيف أستطيع أن أقول مرحبا باللغة الصومالية؟ تستطيع أن تقول أهلا باللغة الصومالية بعبارة أهلا وسهلا أو صباحا. أهلا وسهلا ممكن، هذه كلمة مستخدمة. زي ما قلت اللغة الصومالية فيها كلمات عربية كثير، لكن الكلمة الثانية هي سودو. طبعا النطق ما أقول لكم، ما أحتاج أن أقول لكم. نجرب شيء ثاني. كيف أستطيع أن أقول ما اسمك باللغة الصومالية؟ يمكنك أن تقول ما اسمك باللغة الصومالية بعبارة مجا حاجة. الله، مجا حاجة اللي قصده أتوقع مجعة، ما اسمك بالصومالي مجعة. نجرب شيء ثاني. كيف أستطيع أن أقول مع السلامة باللغة الصومالية؟ تقول مع السلامة باللغة الصومالية يمكنك استخدام عبارة نجايو. ما في شيء اسمه نجايو. أتوقع الناس اللي ترجموا الصومالية لشات جي بي تي كانوا ناس ميح. مع السلامة باللغة الصومالية نبتقليو، أتوقع يمكن قصده كذا نبتقليو، أو حتى مع السلامة حتى ترى تمشي. قلت لكم إنه في كثير كلمات باللغة العربية ممكن تستخدمها باللغة الصومالية. خلينا نجرب شيء ثاني. كيف أستطيع أن أقول تعال باللغة الصومالية؟ تقول تعال باللغة الصومالية يمكنك استخدام عبارة
إيماو. هذا نوعا ما كويسة. إيمو أو كالي، فعلا بالصومالي إيمو أو كالي معناها تعال. نجرب شيء ثاني. علمني كيف أقول الأعداد 1 إلى 10 باللغة الصومالية. بالتأكيد، الأعداد من 1 إلى 10 باللغة الصومالية هي: 1 كوو، 2 لبا، 3 شديح، 5 شن، 7 تدبا، 8 سديع، 9 طبن. الذكاء الاصطناعي مخرب شوية. 1 بالصومالية كو، 2 لابو، 3 سدح، 4 أفر، 5 شن، 6 هو كاتب ليو ما في لح، 7 تضبا، 8 سديد، 9 سقال، 10 طبعا اللغة الصومالية أتوقع اللي ترجم لهم كان واحد مرة مو تمام، لأنه النطق غير بلد. بعض الكلمات يعني معقول نطقها، لكن بعض الكلمات النطق حقها زيرو. الآن راح نصعبها على تشات جي بي تي، راح أنا أكلمه بالصومالي أشوف حيتجاوب معايا كيف. ما يعاون كرتا. وانكو عاون كرتها بدو مقتي. وحاربا إنا أوغادو سندك ما قبل واي. واو، فهذا رائع. الماضي يحمل الكثير من الذكريات والخبرات. هل ترغب في مشاركة شيء مميز من ماضيك؟ سلكني. سألته أبى أعرف السنة فيها كم شهر، قال لي واو. والله الذكاء الاصطناعي يعرف يسلك. آخر محاولة. كيف أستطيع أن أبدأ محادثة باللغة الصومالية؟ محادثة بسيطة يومية. لبدء محادثة بسيطة يومية باللغة الصومالية يمكنك أن تبدأ بالتحية ثم تسأل عن الحال. مثلا: السلام عليكم، ما شاء الله، نيجا صوبو، كيف حالك؟ أنا بخير الحمد لله. ونفيان الحمد لله. هكذا تكون قد بدأت محادثة بسيطة. لا 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 لا، هذه أول مرة أسمع الكلمات هذه. تشات جي بي تي اخترع لغة صومالية من عنده. السلام عليكم، أوكي، ما شاء الله. ما شاء الله كلمة مستخدمة عندنا، يحبوا يستخدموا يقولوا ما شاء الله. نكي صوبو، ما نعرف، ما مرت علي هذه الكلمة أبدا. أنا بخير الحمد لله، وأنا في عنها الحمد لله. تشات جي بي تي يحتاجوا ترجمة، أحد يترجم لهم. أنا موجودة إذا احتاجوا طبعا. بالنسبة للتشات جي بي تي الصوتي، خليني أوري لكم بحط لكم سكرين شوت من البرنامج نفسه. لكن من ناحية الكتابة، أنا قبل كده جربت الكتابة جدا رائعة. لكن من ناحية الصوتيات يعني لا يعتمد عليها. أنتم نفسكم شفتوا النطق غير سليم أبدا بتاتا، وبعض الكلمات عنده يعني ما بعض الكلمات أصلا ما هي يعني موجودة عنده في السيستم. I don't know. لكن من ناحية الكتابة تقدر تعتمد عليها، لأن أنا كذا مرة كتبت كتابة بالصومالي أو طلبت من شات جي بي تي يكتب لي بالصومالي، وكانت الكتابة جدا كويسة. ولدرجة إنه يعني الكتابة يعني حسيتها اللغة يعني جدا رصينة. هذا كان فيديو اليوم. طبعا هو فيديو مختلف عن العادة، بس لكن جاني فجأة وأنا قاعدة أذاكر، فحبيت إني أشارك معاكم الفكرة حقت الفيديو. أتمنى يكون الفيديو نال إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة، تدعموها باللايك والشير. دعواتكم لي إن يا رب إن شاء الله ربي ييسر الامتحانات. أتمنى لكم التوفيق. مع السلامة.